بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة خراز عبد القادر، مرحبا بكم. تنطلقوا من جديد في حلقة جديدة. الحلقة ديالنا اليوم غنبداها من الاخر ديالها. واحد السيد بوعار. شنو هما البوعاره؟ هما دوك الناس مساكن اللي تيقلبوا في الزبل وتيلقاو في الزبل ميكا وتلقى قرعه وتلقى كرتونه وتلقى كذا وتلقى كذا وديهم وتيعاود يبيعهم. راك تشوفهم اللي تيقول لهم هنا في الغرب ميخالي، تيقولوا في الدار البيضاء والرباط بوعار. تنشوفوهم اليوم دافعين كراس او دايرين بيكالات وغاديين تيقلبوا في التورد الزبل. حاشاكم، هاد الناس هادو كثروا عندنا في المغرب للاسف، كثروا بزاف. وهذه اشاره تتبين الكثره ديالهم، تتبين واحد المؤشر ديال الفقر اللي ولا عندنا في البلاد. كثروا بزاف 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 بزاف. الله يحسن العوان. واحد البوعار كان في واحد بلاصه تيرميو فيها الازبال، حاشاكم، تيدبر على راسو، تيقلب، عنده واحد الكروسه، كيشوف وحدين جايين بواحد الطوموبيل وغاديين بها، دخلوا حدا الزباله، حاشاكم، ودازوا في واحد الطريق تما غير رمل، ووقفوا بحال رماو شي حاجه وما رجعوش لطريقهم، دازوا من الجهه الاخرى مشاو. الزباله جات معزوله في واحد البلاصه كاين حداها شي شجار، الخلا اللي في الخلا جات في الخلا، وهذوك الناس جاو وما تدوا السياره تما وما تجيش اي سياره تما الا باش ترمي الزبل ولا شي حاجه بحال هكا. هذاك البوعار مشى تيشوف ربما هذوك الناس رماو شي حاجه، يقدي شي حاجه يمشي بها ولا شي حاجه يدبر فيها ولا شي حاجه. مشى هو تيلقى واحد الشاب مقتول مرمي تما. تاكد لي هو بان الطوموبيل اللي كانت وقفت تما وهبطت شي حاجه هي اللي هبطاتو، هبطوا حتى شي واحد ومع الصباح، لان هذوك تشوفهم مساكن ديما الخدمه، دوك البوعاره والميخاليين الخدمه ديالهم مع الصباح، تينوضوا بكري تيتسابقوا هنا وهنا. وكاين فيهم اللي تيمشي في العشيه عاوتاني تيقول لا بقات شي حاجه من الصباح قد يلقاها، الله يحسن احوالهم. طرف الخبز حار بالنسبه لهم. السيد خاف، دفع الكروسه ديالو وما مشى دا الكوميساريه لا والو، مشى لحومته وحط الكروسه ومشى عنده واحد البوليسي تيعرفو، مشى عنده سلم عليه، قال له ودي بغيت نقول لك واحد القضيه، انا راه كنت في الزباله فلانيه تا الميخال تما، وواحد الطوموبيل جات وانا صحابهم رماو الزبل وهما رماو واحد الشاب رماوه تما مقتول، شفت فيه الدم هنا في وجهه مقتول. قال له علمتي البوليس؟ قال لي ما علمت حتى واحد، انا تنخاف ونعلمهم انا يسميوها فيا، يقول لك انت اللي درتي ودرتي ودرتي. قال لي انا نخاف يسميوها فيا ولا شي حاجه. مشى مع ذاك البوليسي عنده سياره، ركبوا معاه، قال لي يلاه وريني، باغي يتاكد. مشى دا حتى تما، قال لي ها هو الشاب مرمي تما في ذاك الخلا في واحد البلاصه ما تيدوزش منها الناس، مرمي غير تما غير الزباله وداك الشيء. شافوه علم ذاك البوليسي قاعه المواصلات وعلم الرئيس ديالو، وقال لهم انا تنتظركم في عين المكان وراه معايا المخبر. جاو البوليس لعين المكان، جابوا معهم تشخيص قضائي اللي هو مصلحه الجريمه اليوم. جاو باش يديروا المعاينه ويشوفوه، تيلقاو واحد الشاب مقتول، دري باينه فيه نقي والعائله، اللبس ديالو اللبس مزيان، صباطو في رجليه، الساعه ديالو في رجليه، الوراق ديالو في جيبو. والغريب في الامر ان الوراق ديالو فيه ماشي فلوس ديالو، تقريبا واحد 800 درهم مع فلوسو في لاكارت ناسيونال ديالو. اذا كيفاش هذا السيد مثلا تعرض للسرقه والضرب والجرح وما داوش ليه داك الشيء اللي في جيبو، ما داوش ليه الساعه ديالو، ما داوش ليه فلوسو، ما داوش لاكارت ديالو. هذا السيد مضروب في راسو ضربه قاتله، اللور ديال الراس ديالو اللي ضربوه لا يستبعد انه غفلوا، جا من اللور وضربوه. هذا اللي ضربوه هما اللي هزوه بالطوموبيل، هما اللي جابوه لتما. واش هادو ضربوه مثلا حادثه تسير في الخلا وهزوه وحطوه تما؟ لا، التشخيص القضائي عطى الناس ديال مصلحه الجريمه، نقول مصلحه الجريمه احسن لان التشخيص القضائي باقي الان تشخيص قضائي، ولكن نقول مصلحه الجريمه. هذا القسم هو اللي ولا دابا تيخدم مع الشرطه القضائيه وعطى نتيجه كبيره الحمد لله في المغرب. تيقولوا في التقرير ديالهم بان هذا السيد هذا تعرض لواحد الضربه بشي اداه حاده على الراس ديالو، من اللور الراس ديالو، تعرض ضربه بالراس ديالو، وبانه تهز حسب اللباس ديالو مهزوز
بحال هاد الفيستا ديالو اللي راه مهزوز من حوايجو وتسطومبو تحت تما شي بصمه ما كاينه شي حاجه تتعرفنا على القاتل ما كاين شيء. كاين غير هذاك المخبر تيقول واحد الطوموبيل بيضاء هاكي دايره اي هي مرسيدس بريك، ديك المرسيدس العائليه، دوك المرسيدس تيقولوا العائليه مرسيدس بريك، تيقول بيضاء هي اللي حطاتو. عندك شي رقم؟ لا سيدي انا كنت بعيد منه، ما فيك انت، انايا اجي نوريكم انا فيك انت، تنشوفو من بعد. انا شفتي واحد رمى الزبل تما، قلت الزبل رماو ومشيت نقلب راسي. واش درت ديك الساعه؟ مشيت اسيدي دخلت الكروسه، خفت دخلت الكروسه ما هضرت مع حتى شي واحد ومشيت عند البوليس. هادشي اللي كاين. هاد الولد هذا عنده بطاقه الوطني ديالو، في البطاقه الوطني ديالو بدا البحث على الهويه ديالو لان عنده بطاقه الوطنيه، وتبين بان هذا الولد هذا العنوان ديالو كاين بانه شاب. هذا الشاب انا نهضر لكم شويه على حياته. هو شاب كان تيقرا وقرا الالمانيه وعنده الماستر، وباه كان بيع شراي عنده مواد غذائيه، والدري قرا مزيان ومشى لالمانيا، وفي المانيا بقى 4 سنين، ومن بعد توفى باه. هو في عمره تقريبا 28 عام وتوفى باه، والاب ديالو من توفى رجع هو للمغرب، خلى ليه باه امه وجوج خواتاتو، وحده من خواتاتو معاقه، الاخرى عاديه تتقرا في الثانوي. باه مات على حين غفله كما تيكتب في المسطر، بانه تيقول هو في المعرض ديالو بان باه انا تفاجات بالموت ديالو، انه كان صحيح وكان كذا الناس استقل به باش مات باه. جا لدارهم، ولكن هو لما جا بنيه باش يدير مشروع هنا في المغرب. عنده باه خلى لي شي فليسات، خلى لي حانوت ديال المواد الغذائيه تيبيع فيه. قال ندير شي مشروع لانه جا الحمل ثقيل ديال مو واختو المعاقه واختو اللي تتقرا باش يديهم لالمانيا، وجا صعيب باش يجي يعزي باه كما تنقولوا يدفن باه وكذا وكذا بمخبر ويرجع لالمانيا. ما عمره يخلي هذيك الام، ما يخليه صافي فكر باش يبقى في المغرب. فعلا خدم باع داك الشيء ديال المواد الغذائيه اللي خلى باه، باع داك الشيء كله، حيد المواد الغذائيه تماما. ما عندوش شي وريث اخر معاه في هذا الشيء، لان كاين اختو، كاين هو الراجل، هو كل شيء، هو الولد، هو السعيد الايمن ديال مو، هو اللي كان السعيد الايمن ديال باه. واخا كان تيقرا في المانيا، باه الله يرحمه كان مسكين تيتسنى غيجي من المانيا، غيجيب شي دبلومات وغيجيب. الحمد لله عنده الماستر ديالو المانيا مزيانه. فكر باش يدير مدرسه التعليم اللغه الالمانيه، حيث هو جا بعد ما دار علاقات تما مع الناس في المانيا، وعرف هذا المجال ديال المدارس اللي تيقراو الالمانيه، اللي تيساعدوا الناس باش يمشيو لالمانيا. وهنا ماشي الالمانيه بوحدها، كان تيدير الانجليزيه، كان تيدير الفرنساويه، والانسان يقلب، لان كاين مدارس عندنا هنا في المغرب اللي تيقريو وتيساعدوا الناس باش يمشيو لبرا. راه قلتها واحد المره، راه بزاف المدارس تيمشيو. هنا الحمد لله في المغرب عندنا الى كنتي تقرا راه عندك القرايه قدامك، وكاين الجامعه قدامك، ولا ما كتبش راه عندك التكوين قدامك. الا ما كانش كتب الله راه عندك اللغات تقراهم، تقرا واحد اللغه مثلا الالمانيه والانجليزيه اللي تمكن تحقق بها الامل اللي عندك. راه ماشي غير واحد خرج من المدرسه صافي ستوبي فيه، او خرج من الجامعه ما كتب شيء وكذا تينجحوا غير اللي بغاو ديك الهضره الخاويه. اليوم كاين بزاف المجالات، بزاف الحمد لله. دار واحد المدرسه دارها ديال تعليم اللغه الالمانيه، دبر على واحد البنت وواحد الولد تيقراو اللغه الالمانيه وعندهم دبلومات ديال اللغه الالمانيه هنا في المغرب، وعيط عليهم ودار اساتذه ودار المكتب ديالو ودار هذا، وبدا يتوكل على الله. بدا بولاد الحي ديالو بنات وولاد، دار واحد الاشهار ديالو تيقول المودين نتوما ولاد الحي ديالي نتوما غادي تخلصوا غير الثلث، ولكن ما تقولوش الاخرين. وهذا من خلال البحث اللي بحثوا رجال الامن حول الحياه الاجتماعيه ديالو، تيقول ولاد الدرب تيخلصوا غير الثلث، حيت كانوا تيشكروا في المود ديالو الله يرحمه مسكين كنا تنخلصوا ليه غير الثلث، ولكن الناس البرانيين تيخلصوا ذاك الشهر كامل، تيخلصوا ماشي بحال الاخرين. فهمتوني اش بغيت نقول لك؟ كانوا هادو تيخلصوا 1000 درهم، الاخرين تيخلصوا 3000 درهم. وجاو ولاد الحي ديالو بنات اولاد وتيقراو الالمانيه، وهو بين لهم بانه تيفتح لهم المجال بانهم ماشي غير يقراو الالمانيه ويمشيو بحالهم، ولكن عنده اتصال مع مدارس تيمشي ويجي الالمانيه، مع مدارس اللي تستقبل دوك الاولاد الى نجحوا في اللغه الالمانيه ولا خداو ديبلوم ديالهم في اللغه الالمانيه، فين يمشيو يقراو برا او يمشيو يخدموا برا. وهذا الشيء راه معروف وشائع. هذا الولد هو اللي تقتل، ما مجوج شيء، ما خاطب شيء، ما تيتسالو حد فلوس،
ما هو سكيري، ما هو تيدير مخدرات، ما كاينش شي حاجه اللي تقال عليه مثلا تقتل يقولوا وتا هو راه كان، ويمكن هادو نسابو، ويمكن هادي كذا، وراه تيسكر، راه يمكن ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه. البحث ما فضل والو. لما جاو عند امو تيسولوا امو واختو اللي هي بعقلها، ان اخرى مسكينه معاقه، تيقول لهم ما عندنا حتى شي حاجه حنايا، ما عندنا حتى شي مشكل. واش ولدكم ما خاطبش؟ لا سيدي. واش ولدكم ما عندوش علاقه مع شي بنت ولا كذا؟ لا سيدي. لا ما عنده علاقه مع بنت لا والو لا هادي. عمر شي واحد شكا بيه شي حاجه؟ لا. غير مو قالت لي مودي واحد النهار واحد السيده هي جارتنا وصاحبتي وحنا عائله وحده، وبنتي تقرا عنده. جات عندي واحد النهار امها موت البنت تقرا عنده، قالت لك جات عندي وقالت لي شوفي الله يرحم والديك، راه بنتي تقرا عند ولدك، هادشي راه معروف، وراه ولدك كان هضر مع بنتي قال لها واش تتزوجي بيا، وراه قالتها لي البنت الله يرحم والديك، حنا راه بنتنا مخطوبه غيتزوجها واحد السيد وهذا وتتقرا عنده، حنا مابقيناش نجلسوها من المدرسه وكذا وكذا، ولكن عافاك هضري معاه. انا قلت لبنتي الا بغيت تزوجي قول لي حنا مرادعين، قولي لولدك راه هذيك البنت راه مرادعين باش يخليها ترونكيل. الام قالت لبنتها لما جات، قالت لها رجعت عندي فلانه وقالت لك ذاك الولد شي مره قال لك نزوج بك ما نزوج بك، حنا ما خبرناش. وقالت لي عاوتاني عافاك الا كانت شي فكره ديال الزواج عافاك تحيدها لانه هكذا، وقول لها حنا مرادعين وهذا وهذا. هاد الام هادي تتقول على ولدها بان جات عنده ام ديال بنت تقرا معاه وتتقول لامها بعدي ولدك من بنتي، تتقول لها قولي لهم حنا مرادعين. الدري البنت لما جات تتقول ما سيق اخبار، الولد تيقول ما سيق اخبار. واش هما عندهم شي علاقه بعضياتهم الله اعلم، ولكن في ذاك الوقت البنت نكرات قالت ما عندي معها حتى شي علاقه، والولد تا هو ناكر امه، حيت من بعد تلاقاو الوالدين قالت انا ولدي ما فراسوش هذا الزواج ولا هذه القضيه ولا هذه ولا هذه، والبنت حتى البنت تقول لها لا راه قال لها ما قال لها كذا ما كذا. هضره دارت ما بين العائله، واش الدري عنده معها علاقه نيت وقالها لها ونكر كحز اللور، ولا البنت خافت من عائلتها وداك الشيء وكحزت اللور؟ هذا الشيء هو المشكل اللي كاين، ما كاين حتى شي حاجه. هاد البنت هادي اللي تتقرا معاه تيقولوا في البحث بان ما نكره هي بان كانت عنده علاقه بغى يتزوج بها ولا شي حاجه ولا هادي. كيفاش ديك المراه مشات تقول لديك الولد داك الولد قول ليه يبعد من البنت، وقول المراه مرضين باش يبعد منها بنتنا راه غنزوجوها. هاد البنت هادي عندها باها لاباس عليه بخير عليه عطار كبير، عندها اختها مزوجه، عندها خوها مسدود في الحبس محكوم ب3 سنين ديال الحبس على المخدرات. البنت لما جابوها في البحث تتقول ما عنديش انا علاقه به، انا علاقتي به تيقريني الالمانيه، تيقريني وانا داير معايا بانه غادي نمشي مع البنات اللي غينجحوا كذا باش نمشي نقرا نكمل في المانيا. الام ديال الولد تتقول جات عندها ما قالت لها قولي الولد كيبعد من بنتي قولي حنا مرادين. البوليس عيطوا الام ديال 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 الولد ديال البنت، عيطوا لها قال لها انت مشيتي عند هذه السيده واحد النهار وقلتي لها كذا كذا، قالت لي ايه راه حنا بغينا نزوجوها ما بغاتش تتزوج لينا، بغينا نزوجها واحد السيد والسيد لاباس عليه وكذا وكذا وكذا، انا بنتي راه مزوجه بواحد السيد وخوه بغى يتزوج حتى هو من عندنا، خوه بغى يتزوج من عندنا بغى ياخذ بنتي، وقلت لها البنت قالت لا ما نتزوجش، انا غنمشي لالمانيا فلان غيديني الالمانيا غيديني ما بغاش تتزوج حنا عرفنا هذاك الولد هو اللي متلفه تيقول لها نديك الالمانيا ونديك هذه. انا مشيت عند امه وقلت لها الله يرحم والديك ذاك الولد البنت راه مخطوبه والولد يبعد منها وقول لي راه حنا مرادعين ما يمكنش تتزوج بها. الولد اللي غيقول لنا شي حاجه الولد راه مات. البنت تقول انا ما عنديش علاقه بها، انا عندي علاقه محدوده في المانيا، غيمشي لالمانيا وداك الشيء والصلاه على النبي. شي طرف في هذه القضيه هذه باين بانه عنده علاقه بقضيه القتل ما كاينش. هنا مشكل،
هنا مشكل، لان ملي تجيب الام تقول لك هضره ديال العيالات، الاخرى تهضر ديال العيالات، هذا ما كاين حتى حاجه، ما كاين حتى حاجه ما بينه، حتى حاجه. هاد الدري شكون اللي قتلو، شكون اللي قرب ليه، شكون علاش ضربوه، علاش كذا علاش كذا علاش كذا. ولكن واحد القضيه جاب الله، واحد القضيه بينت الجريمه، هو ان الولد تلقى في التليفون ديالو ومن حسن الحظ ديالو كانوا دوك التليفونات الصغار، دوك نوكيا الصغار اللي كانوا، تلقاه في جيبو، والوقت اللي كانوا البوليس تيبحثوا حول القتيل مشى هذاك التليفون المديريه الاداره العامه الامن الوطني باش يقلبوا اتصالات وهذا يشوف مع البوسطه شكون اللي عيط ليه وشكون اللي ما عيط ليه وكذا 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 وكذا. من حسن الحظ هذوك ما حيدوش ليه التليفون. اذا كانت هذه جريمه قتل، كانت قتل مزروبه، اي ضربوه طاح هزوه بالطوم بداو رماوه. هادو ما بقاوش بعد تقلبوه وجبدوا ليه بسطعمو وجبدوا ليه كذا وجبدوا ليه كذا. هاد القتال او القتاله خوافين، الا كان واحد ولا خوافين ما داروش الدم البارد، داروا بواحد الخفه، داروا بواحد الزربه، تلاقاو معاه، شفتوا فاش تلاقاو معاه ضربوه قتلوه هزوه رماوه، تاكدوا منه مات. بسطامو باقي تما فلوس، وديك 800 درهم باقي معاه فلوس، باقي حتى البورطابل كاين. ديك الساعه كان البورطابل ما تعطاتوش، ما عطاش اهميه في البحث بحال دابا. ديك الساعه كون البورطابل، ولكن رغم ذلك الاداره العامه الوطنيه دارت واحد المجهود كبير، كان مع اتصالات مع البريد ولا مع البوسطه ولا مع داكشي، وخدموا وجبدوا اخر من عيط عليه اللي اتصل به. تيجبدوا داك التليفون تيقلبوا تيلقاوها واحد البنت هي اللي معيط عليها. هذيك البنت جابوها، عرفوا اتصلوا بها، عرفوا العنوان ديالها وما يجيبوها. تيلقاو هذيك البنت عندها واحد العلاقه وثيقه بخو البنت اللي مسجون في الحبس، داك اللي عنده 3 سنين واللي خرج من الحبس. ديك الساعه مدوز 3 سنين خرج. الموت وقعات تقريبا واحد 20 يوم والاخر خرج من الحبس، كمل 3 سنين وخرج من الحبس وتما وقع الموت. ولكن لقاو هذيك البنت اللي عندها علاقه بهذاك وفايت شدت معاه من اجل المخدرات، ولقاوها هي كما تنقولوا صاحبته، هي اللي تدي ليه الماكله للحبس، تقول بغا تزوج بها غيتزوج بها، هي اللي حصلت معاه في واحد المره على نقل المخدرات، كانت تهز المخدرات ونقلهم، تقول هي دوزات الحبس معاه وداك الشيء، ولكن هو بقى لما في المخدرات وتشد هو في الحبس وبقات هي برا، هي اللي مكلفه به دير القفه وكذا وكذا ومع اتصال وكل شيء معاه. انا تيقول لها انت عيطتي لهذا الولد هذا اللي تيقري، هذا الاستاذ تيقري الالمانيه، عيطتي ليه بالتليفون نهار فلان فلاني. اذا نهار فلان فلاني في التاريخ ديالو هو النهار اللي تقتل الولد. النهار اللي تقتل الولد عيطتي ليه قلتي ليه اجي راني بغيتك، علاش عيطتي ليه؟ شنو السبب اللي عيطتي ليه؟ قدام الناس ديال السلطه القضائيه هي ما بقات ما تقول. انا ندير بها واحد 4 ولا 5 ديال بها، التليفون شاهد عليها، علاقتك باللي كان في السجين، علاقتك تتعرفيه وتتعرفي ديك البنت اللي تتقرا عنده، وعارفه ربما انت عارفه المشكل اللي بيناتهم، كان بغا يتزوج به كذا كذا، بقاو تيعمقوا معها البحث. حاول تملص، حاول تهرب ادروات غوش تهرب، ولكن كما تيقول واحد الضابط اللي كان في البحث تيقول ما زيرناها، ما عندها كي دير والو. عيطتي علاش؟ شمن علاقه عندك به؟ ولاش عيطتي عليه؟ وشكون اللي عطاك التليفون ديالو؟ البنت تقول انا فعلا عندي علاقه بالسيد اللي كان في السجن، اللي هو اخت ديال البنت اللي كان غيتزوج بها، وديك العلاقه ديالي به عندي علاقتها مع عائلته، حيت كنت تمشي لعندو للحبس، تندير الماكله، ندير الحوايج، ندير هي ندير الكفه، تنديري وتنجي عندهم للدار، وانا عارفه مشاكلهم كامله، تيقبلوا في الدار لان مو باغاني نتزوج به، وانا ضحيت معاه ودوزت مع حياتي، وتجي عندهم وانا تنقول لهم كان ما تمشيو نتوما داك الحبس، انا نمشي ليه، تمشي للحبس تدي ليه كلشي اللي بغا، تيطيبوا كامل وتدي ليه وكذا كذا. وانا عارفه القصه ديال ديك البنت مع داك الولد اللي تيقريها، عارفه بانه هو راه صاحبها، صاحبها وغيدير لالمانيا، قال له غنديك لالمانيا وتما عاد غنتزوجوا، حنا بلا ما نتزوجوا هنا في المغرب، داركم ما يبغيوش وكذا 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 وكذا. وعارفه بان اخت الخليل ديالي اختها بغات تزوجها، خرج لها لاباس عليه، والبنت ما باغياش، تقول لهم انا ما نتزوجش، انا بغيت نقرا،
اذا البنت تقول لعائلتهم اللي بغاو يجوجوها خو راجل اختها بغا يجوجوه بها، تقول لي ما غنتزوجش به واخا هو قال لك عنده فلوس وكذا وكذا ولا باس عليه، والبنت تقول انا بغيت نكمل قرايتي وبغيت نقول البنت المانيا، وهنا وقع الاتهام عن المقتول بانه هو اللي ما خلاش البنت تتزوج، هو اللي مدوخ لها راسها، هو اللي بغى يدير المانيا، هو اللي بغى يتزوج بها تما، هو اللي كذا ولا كذا. هذا الشيء اللي جمعها هي في راسها وجمعها من ديك العائله تما، وكانت البنت تعطيها اسرارها. ربما ديك البنت تقول انا ما غنتزوج حتى شي واحد الا ما تزوج هذاك الاستاذ، ولكن كانت تقول لها ما تقول هادشي للمو لا حتى شي حاجه، انا راه ما غنتزوجش. بحال هذيك البنت كانت تشكي عليها هاد خيتي، ولكن خيتي هزت داكشي كله وحطاتو للخليل ديالها ما خرج من الحبس. قالت لي شوف اختك راه بغات تزوج، اختك راه بغاو يجوجوها، الاخو اختك الاخرى اللي مزوجه وراه ما بغاتش، اختك راها مع داك المعلم اللي تيقرا الالمانيه، وداك المعلم راه صاحبتي هي وياه، والمعلم راه يدار المانيا، قال لها نتزوجوا في المانيا. لما هو مثلا بدا تيبين البنت بغا يتزوج بك وهادشي تشاع وتعرفت عند امها ما بغاتوش يتزوج بها داك المعلم، اختها ما بغاتهاش تزوج بك المهم، بغا الراجل اللي بغا هو اللي عنده فلوس، وهذا الشيء كان شد لي نطلق لك من التحت، وهذا الشيء هذيك خيتي عايشه معاهم وسامعك اخبار كامله وحطتها الاخر ما هضرش ما تكلمش. الاخر حباس ماشي مشى عند ذاك الولد يقول لي اش بغيتي عند اختي بعد منها، ولا لا شي تدخل مع عائلته يقول له خليه يتزوج بها، ولا شاف هو غير شاف اختو الاخرى مزوجه واحد لاباس عليه وخوه لاباس عليه، تا هو مشى مع ذاك الدم ديال لاباس عليه. اش دار؟ حنا نخليو البنت قالت الهضره هذه، نخليو البنت ديك اللي تديري الحبس هضرتها اللي تتقول العلاقه ديال هادشي اللي عاودت لكم، ورجعوا لها خينا هذا اللي خرج من الحبس، هذا اجدر من خرج من الحبس. لما قول عاودت لي القصه كامله على اختو وقالت لي عندك تكذب عليكم راه بغات تزوج به وغيدير المانيا وراه بغات تاخذ داك خو نسيبكم وراه ما بغاتش كذا كذا وطاطا. الاخر خارج من الحبس لقى واحد الفكره يديرها، قال لهم جلسوها من القرايه ما تقراش، جا عندها قال لها تمشي ديك المدرسه المانيه تقطع لك رجليك، ما تبقايش تقراي غادي جلسي في الدار. زعما الا جلسوها في الدار غادا البنت تزير، ما غتلقى كيدير، ما غتخش عنده، ما تبقاش تقرا، ما تبقاش المانيه، غتعطي راسها الزواج داكشي اللي بغا وجوجوها الراجل. البنت بقات شاده مع صافي، انا ما غنتزوجش، ما عمري نتزوج كاع ما ذكر لي الزواج، ما نقراش نبقى جالسه في الدار. ولكن داكشي سبب البنت في الاكتئاب، وداكشي سبب ربما كانت تبغي الاخر بصح وعندها علاقه به واش ما سخاتش به، ربما البنت بغات تقرا بصح تشوف ما شافش مستقبلها في الزواج، شافش مستقبلها في القراءه الالمانيه وتمشي تقرا برا وكذا وكذا وكذا، هما بغاو يحصروها كيما حصروا اختها اللي قبل منها في نص الطريق، كيما قال واحد الضابط قال اختها كانت تقرا داكشي وقفوها وجوجوها، والبنت بغاو يجوجوها تا هو الاخر. البنت ولات عندها اكتئاب، البنت ولات تطيح حسب كما جاء في المسطره، ولات تطيح لهم في الدار بلا رياح بداك الشيء وهذا غير تتغوت غير كذا كذا كذا. البنت بقات مره تسلت في الليل، تسلت يا ربي الوقت اللي تيبان لها تسلت من الدار، تسلت تمشي النهار كامل، في العشيه تجي للدار بحال تطلب حريتها بالقوه، هذا خوها ولا تيهددها ولا تيضربها وما تتغوت عليها. البنت تجلس في الدار مضروبه، لا ريت تكتاف السيرت ما تخرج، عاوتاني تدوز واحد الوقت تدخل من البنت تخرج تدير انا مشيت عند صاحبتي، انا مشيت عند واحد السيده، واش انا ما نخرجش عباد الله، ولا الغوات حسب الجيران اللي بجنبهم ساكنين تيقولوا ولا ديك البنت ديما الغوات مع امها وديما الغوات مع خوها، سيرتو تيجي خوها سكران تيشد فيها والغواتات وداك الشيء. والطومبيل البوليس جات عندهم تقريبا واحد 3 و 4 المرات من اجل تدخل، ان الجيران تيسمعوا الضرب والغوات وداك الشيء تيعلموا البوليس. مساله عائليه، داك خوها تيقول ما دايره بغات تخرج للفساد، بغات تخرج دير وبغات دير بغات تفعل كذا، انا ما نخليهاش تخرج، هي تقول واه ضربني ما ضربني، تيديهم تيتصنتوا لهم تيقول مسيو تنعيطوا لكم كذا. ولا تروينه في ديك الدار مع ديك البنت هما اختها وهي وراجل اختها وامها واللي بغى يتزوج، هادو كلهم اخوها، هادو كلهم ضد ديك البنت. ديك البنت ما تقرايش، ما غتخرجيش لبرا، غتجلسي في الدار، يلا ما بغيتيش تتزوجي جلسي في الدار. هي كلمه واحده عندها، ما غنتزوجش، انا ما غنتزوجش، ما غنتزوج حتى شي واحد، يلا
تيمشي خوها تيهدد داك السيد، تيقول شحال مره مشى عنده تيقول له شوف تفرق معها ما كذا ما كذا، ثانيا تيقول الاخر كيفاش نتفرق معها كانت تلقى عندي مشات من عندي، قلبوا التليفون ديال شحال مره هضرت معاها واش تذكرت معاها، لان البنت بحال يدير لها التليفون بحال يدير لها كلشي. البنت بقات على ديك الحاله حتى نهار اللي عيطوا لها البوليس، حتى هي لمات من بان الاخت تقتل، حتى هي كانت ناس عيطوا للبوليس. اكدت هذه الهضره ديالها، اكدت ولكن تتبرأ ذاك الولد، تتقول لهم انا ما كنتش مصاحبه معاه، ما كنتش خليله ديالو، انا كان تيقريني وانا هو ما تيكذبش، وشحال من بنت عاونها وداها لبرا المانيا تيخدموا وغايدي يعاوني وغايدي لبرا المانيا ودري معقول وكذا 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 وكذا. هذيك خيتي في المواجهه، ديك صاحبه المسجون في المواجهه تقول لها لا قلتي لي انت بغيتي تتزوجي به، سمحي لي قلتي لي انت تتبغيو، قلتي لي تقول لها ما قلتلكش عمري ما قلت لك عليه، ما قلتلكش عليه، ما قلتلكش انا غنتزوج به ولا كذا غادي تنبغيه ولا تيبغيني ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ما قلتلكش عليه صلاه على النبي. البوليس تيقول له ودي كانوا دي زابيل بينك وبينه تتعيط عليه، تنعيط عليه تنسولو على القرايه، نسولو على شي حاجه تهمني. هذاك السيد مسكين عمره ما قال لي هذا الشيء، انا تيقول لي غندير كيما ديت بلاد المانيا، انا بغيت نكون موظفه بغيت نخدم، ما بغيتش انا بحال اختي نمشي نتزوج ونبقى الولد ونبقى جالسه تما، صافي صلاه على النبي. هادو كلهم ضدي. البنت كانت في واحد حاله هستيريه كبيره، لان تيقول هذاك الضابط تيقول بان تخدم امانا معنيه بالامر، وكانت تتجاوبنا بواحد الحاله هستيريه وتتغوت، وانها كرهه عائلتها وكرهه دارهم وكرهه الجميع. مع نبقى البحث دابا مع صاحبه المسجون على التليفون ديالها. علاش عيطتي عليه؟ لان مسطره جريمه جنايه تسمع جميع الاطراف، قلت لكم كل طرف اش تيقول، ولكن رجعت لكم مولا التليفون. علاش عيطتي عليه ذاك النهار وقلتي لي اجي عندي وراني بغيتك، ولا شنو بغيتيه شنو كاين؟ قلت لهم المهم انا غنعاود لكم شنو كاين. قلت لهم هذيك النهار جا عندي ميلود، حنا خدينا هذا الاسم ميلود على ذاك السجين اللي هو الخليل ديالها وصاحبها ولا غيتزوج بها، جا عندي وقال لي عيط على فلان وقول ليه يجي عندك، وقول ليه راه توريه عندك. حنا سمينا هاد البنت توريه باش ما تلفكمش الخط، البنت اللي هي كانت تقرا المانيا واللي وقع لها هذا الواقع معاه. عيطت قال لها عيطي ليه وقول لي اجي توريه بغات تهضر معاك، راه هربت من دارهم وراه هزت حوايجها وكذا وكذا وهذا وها هي عندي، ها هي معايا اجي ليها صافي. تيقول لها من بعد تقول قال لي انا غنجي عندك، انا جي عندك، قول لها تبقى عندك حتى نجي عندك. اذا هذا الولد عيطات لي قالت لي اجي توريه راه عندها مشكل وراه خرجت من دارهم وراه هزت حوايجها وهي عندي، وراه طلبتني قالت لي باش نعيط عليك اجي عندها. وتتقول ديك الساعه انا خرجت من الدار وتتقول هو جا وجا في الطاكسي، حطوا الطاكسي ومشى، حنا تنسناه ودخل. ولكن هاد خيتي فين ساكنه في واحد البلاصه سميتهم الزريب، دور الصفيح ولكن جاو في واحد الحي مشتين، بالركنه واحد دور الصفيح تما نايض الربيع ونايض داكشي وهذا هذاك السيد نعتات لي قالت ليها في غتجي جي غتلقى معايا توريه، تتقول جا في طاكسي تلقات ليه وجابته قالت لها توريه عندي في الدار هي معايا وجا معاها. اذن هنا السيد تيبين بانه كان عنده علاقه بتوريه، ما يمكنش واحد غير معلم ديالها تيقريها وغيسمعها، وحده تعيط عليه تقول لي راه توريه راه عندي في الدار، وحده عيطت عليه ما تعرفهاش تقول عندي في الدار وعندها حوايجها وخاصمه مع دارهم، وراه قالت لي كلفتني باش نعيط عليك وغادي عند توريه وغادي يجي في الطاكسي وغيجي. لا هذا سي سيور كان عنده شي علاقه مع توريه، كان ربما تيحب توريه، كان داكشي اللي بيناتهم كان كبير اللي تفضحوا وساق ديال الخبر امه وامه الاخرى وناض عليه الصداع وتيجي خوها عنده تيهدو. اذا كان هناك حب دفين ما بينه وبين توريه، باش غير تعيط عليه اخرى بالتليفون يجي لواحد البلاصه بعيده على المدينه فين ساكنه هذيك خيتي، وتلقات يد خيتي وداتو ودخلاتو. هنا تتقول انا دخلته ومشيت في حالاتي. علاش مشيتي في حالاتك؟ المهم انا راه كان تما ميلود قال لي غير دخلي سير في حالاتك. شكون اللي كان مع ميلود؟ خنسيبو. شكون خنسيبو؟ اللي كان بغا يتزوج البنت.
كان معاه، كان معاه، وراه صاحبه، هو هو معاه، راه ديما معاه. صاحبه بالمعقول، وصاحبه بالمعقول، راه مزوج اختو وهو ديما معاه، وراه كان تيعاونو كاع، تيعاونو تيبغي، حيت لاخر تيدي تا هو السلعه وداكشي في الطوموبيل، ملي تيكون تيبغي يجيب شي سلعه ولا تيجيبها معاه، تيعاونو حتى في المخدرات. خليتيه معاه تما، خليتهم بجوج، حيت جاو عندي بجوج. فاش جاو عندك في الطوموبيل ديال نسيبو، شنو هي الطوموبيل ديال نسيبو؟ كي دايره الطوموبيل نسيبو؟ مرسيدس كبيره ديال العائليه. خليتهم معاه، دخلت سلم عليهم، جلستي معاهم؟ لا انا، قال لي غير دخل سيري فحالك، ومشيت في حالاتي. واش درتي؟ ومشيت في حالتي، بت عند اختي. وعلاش ما بتيش رجعتي بتي في دارك؟ علاش؟ السيد جا تما مع العشيه، دخلتي عندهم، كيفاش؟ اشرحي لينا، زيدي اشرحي لينا اش تقول. تيقول لك الضابط حاولت، هي واقفه لي هنا، كما تنقولوا حنا البوليس، في البحث ديال السلطه القضائيه. شي واحد ما تيقرب الحقيقه وتيبقى يتهرب منها، فهمتي؟ تيقرب الحقيقه ولكن تيبقى يتراجع، تتقول لي راه واقفه لك هنا، غير قول خرجها، هي واقفه لي هنا، هي بقات واقفه لي هنا. تتقول قال لي ميلود من يجي لهنا ويدخل، تشوف يدخل، سيري باتي عند اختك، ما تباتيش هنايا. وما عرفت شنو وقع، وحتى سمعت كيما سمعوا الناس، قالك راه مقتول وكذا وكذا وكذا. جيبوا ميلود وجيبوا نسيبو، جابوا ميلود وجابوا نسيبو، مواجهه ميلود وانت نسيبو. صنتو ولا دياش تقول هذه ميلود؟ قلتي ليها عيطي للبنت، عيطي للولد، استاذ ديال الالمانيه، عيطي ليه بالتليفون وقول لي اجي، وقول لي راه سميتها توريه كما سميناها، راه عندي في الدار، وقلت لها راه مخاصمه مع دارهم، راه هزت حوايجها، وجابته وجا في الطاكسي ودخل عندكم، وقلت لها بدي تدخل سيري في حالك. قول يلاه هضري، قول اش كاين. عزلوهم كل واحد بوحده، وعزلوا ميلود مع نسيبو. ميلود حريمي لانه مدوز الحبس في المخدرات، وحباس تعرف يتلوى في الهضره، لا انا ما انا، وانا بعدا انا كذا كذا. نسيبو خمقي ما عرفش كيفاش يلعب، جا قول قال لي ما ودي انا، قال لي ميلود يلاه معايا خينا، خصنا نصفيوها مع البنت، ما تفرقش معاه، انا ما غاتزوجش بها حد ما خينا، وانا تنبغيها الصراحه، لان اختها مزوجه الاخ ديالي، استقالت ليه، اختها بنت الناس صراحه، هاي دات مع جوج وليدات، عايشه معاه مزيان، هاد العائله الله يعمرها دار، وخا خوهم تيدير داكشي د المخدرات، والله الا الله يعمرها دار، وانا بغيت نزوج هاد البنت هادي، صافي انا حطيت عيني عليها، صافي. هما قالوا لي عطيناها لك، راه كان غندرسها ما تقراش، غتبقى في الدار تتبغي، واخا ما بغاتنيش، ما عرفانيش اش تنسوى. من دخلتو المعلم للدار، قول شنو وقع. دخلناه، الاخر انا ما شرحش ليا، قال لي انا ما نصفيوها، ما عرفتش كيفاش غنصفيها لي، واش غيتذاكر معاه ولا يهضر معاه ولا يهدو ولا داكشي. المهم جينا لتما، المهم حنا جالسين، هذيك خيتي عندها واحد الكراسه ديال القصب، في ذاك المريع عندها جلسنا فيه، كانت الطابله جلسنا، قال لي فلان، قال لي نعم، قال لي اش جيتي دير هنا؟ قال لي انا حسيتها عيطت ليا، قالت لي راه توريه، راه خاصمه مع دارهم وكذا وكذا، وانا راه مرت خوها وهذا وجيت عندكم، انا جيت دخلت دابا الغفله، اخويا كانت توريه، انا نردها لدارهم ونحلف لهم بان ما عندي بها حتى شي علاقه، وبغيت نساعدها وبغيت كذا كذا. تيقول هذاك السيد تيهضر، وميلود ناض وقفلو من اللور، وجبد واحد النقده، تيقول كان موجه ميلود، وجا من اللور وضربوه، وجالس على كرسي وضربوه راسو في اعاده تمثيل الجريمه. تيقول ميلود لما كان داك السيد تيهضر وجلس ودخل، وجلسنا وسدينا الباب وجلس، وبقى تيهضر، وقلت لي اجابك، انا بقى تيعاود، وبقى تيهضر مع نسيبي. انا في ذاك الوقت ما بقيتش تنعرف الهضره اش تيقول واش تيعاود، انا ما بقيتش تنهضر، صافي انا عيني عماو ان هذا بغا يخرج على اختي وخرج عليها وكذا وغدا، يمكن اغتصبها، يمكن دار لها، انا عيني عماو، هذا بغى يشوه هنا العائله، بغى كذا، واختي راجلها موجود اللي غيتزوج بها وهذا اذا هو استغل الظرف ديالي في الحبس، ولا تكرفس على عائلتي وتيدير. انا قال لهم كان تيعاود ديك القصه ديالو مع اختي، ما ديتهاش فيه، انا عندي مقده ديالها ورايا، هزيتها عطيتها به، الشيء اللي عطى الله. اعترف ميلود بانه هو اللي قتل، هو اللي ضرب الاخر. ميلود تيقول لهذاك نسيبو، تيقول لك غيتزوج البنت، في المواجهه تيقول نعم وكان على علمين، قلت ليه غادي نصفيوها ليه ونهزو الربا ودير المشيخله، جيب الطوموبيل
جيب معك الطوموبيل نديرو نصفيوها ليه، صافي ما يعرفوا شكون اللي قتلو، دبر راسو صفيوها ليه والبنت هي ديالك وكذا 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 وكذا. الاخر بعلمه بانه غيجيبوه، بعلمه بانه واش يديروا بجوجهم تما، بعلمه. مولات البيت مولات الدار كما تنقولوا، مولات البيت عينها في غزيت، هذيك خيتي على علم من غنجيبوه خرجي في حالك، لان بنت الحبس مدوزه الحبس مع ميلود وعارفه. اتفقوا على السيد بانه فضوها ليه، اتفقوا ليه بانهم غيقتلوه، اتفقوا باش ما يتزوج ديك البنت، باش يتزوجها واحد عنده الفلوس، واحد خوه مزوج اختها عايشه مزيان مع الاخر لاباس عليه، حتى الاخر لاباس عليه. من البلاد جابوا فلوس من البلاد يمكن ولا ما عرفت، جابوا له واحد البنت كتشوف مستقبلها، واحد البنت بغات شي واحد من الطينه ديالها قاري مثقف، يقد يتزوجها، يقد يدير المانيا، شافت مستقبلها تحل قدامها. احنا ما نتهموش بانك انت تشوف غير في الزواج، ولكن هي كما تقول بغات تقرا وبغات تمشي لالمانيا وبغات توظف وبغات هما لا، حبسوا لها حياتها، حبسوا لها بحال دوك الناس اللي تيقولوا ديما انت اش بغات تمشي قرايه انت، الله يجيب لها شي ولد الناس، الله يجيب لها شي نقره في نغبه نحاسها، هادشي اللي غنقولوا. ها هي جالسه تيجيب لها الله شي وحدين عندهم في راسهم غا ولد الناس، الله يجيب لها ولد الناس، الله يجيب لها ولد الناس، قسم القرايه الله يجيب لها ولد الناس، قسم الخدمه الله يجيب لها ولد الناس، كبرات ودي ما بقات قرايه، زواجها احسن تزوج ودير دارها، هذا الشيء هذا زواج. حنا نشوفوا دابا دوك الزواجات العوجين اش عاطينا في المحاكم الشرعيه واش عاطينا في المغرب، نسبه الطلاق اش دايره، طلاق 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 طلاق. تيخموا في جواج بناتهم قبل ما يخبيو في مستقبل بناتهم وقرايه بناتهم ويطلعوا لهم موظفات ولا شي حاجه، الزواج تيخموها في الزواج، غير الزواج. باقا واحد الفئه عندنا في المغرب دوك مواليد 1950 1940 باقي شي عيالات وباقي شي رجال نيتان بعض الافكار باقيين، اليوم غيتصوروا غير تيتحيدوا، لا قرايه لا هادي لا هاديك. هاد الجداد راكم تتشوفوهم وغاديين الولاد تيبرزوا في الدراري وغاديين في الزنقه، تلقاهم قدام باب الحبس وقدام باب لابيجي وقدام السبيطارات وقدام غلاضات، وهذا بحال هاد النوع هذا تيفكروا في ولادهم ما تيفكروش. خرجوا دابا من المدرسه تقول يا ديك انت اش واخا يقرا اش غيقري، راه بالباك من الليسانس والباك وما عرفتش داك الشيء راه ما جالسين. تحرض الناس باش يجلسوا ولادهم كما جلسوا ولادهم كما جلسوا ولادها هي. هاد خوها فكر فكره عوجه، قال مع داك خينا قال يتزوجها والسلام، ما بغاتش وحنا معاه نحيدوه، وما يحيدوا داك السيد ورماه وقتلوه. مشاو هذوك العصابه بربعه بهم مشاو للحبس، ومشاو بالحبس الطويل، تكوين عصابه اجراميه والقتل وكذا 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 وكذا. مشاو وتحكموا ب 30 عام، هي 30 ديك مسخوطه ميلود 30 نسيبو 30 اللي كان راه يتزوج 30 بثلاثه بهم يا ربي، بثلاثه بهم مشاو للحبس، بثلاثه بهم اتفقوا على جريمه. ميلود حيت هو بزاف ديال الخلا غير تيبيع المخدرات، ولا جلس مع اختو وهضر معاها وتذكر معاها، ولا هضر مع داك الاستاذ ويشوف شنو في راسو، يشوف شنو في راسو. اولا هو خرج من الحبس سمعتك انت وليتي مع واحد خينا وتصنتي يا بنادمه وهاد القرامه عندنا نديروا بها الدار، والله ما تخرجي من الدار. والبنت انفجرت وداك الانفجار سبب لهم في الدابزه والنهار الاكتئاب، ولا تتغوت ولا تطيح بها الرياح. عيطوا للبوليس، مشاو للبوليس، جاو البوليس حتى لقاوه من حد النهايه وما يحيدوا. زعما الا حيدوا هذاك مات وما تلقاش ويدوزوا للغير. وباش تعرف بانه في اعاده تمثيل الجريمه تيقولوا ومو نضربوه هذاك الضيف كما غنسميوه، ذاك النسيب تيقول انا غاشتو ضربو والدم تيسير وطاح وانا خرج جلست في الطوموبيل. واحد الوقت حل الباب قال لي اجي عاوني قال لك هو يدخل قال لي زعما رجلين هما يديروا في الطوموبيل اللور، راه في الطوموبيل زادوا هنا ملهوفين تالفين تقطيع وجه، هزوه رماوه كل شيء. الحمد لله ربي كاين، الروح عزيز عند الله. خلي لي ورقاته باش تعرف سيت ايدونتيفي. وهنا تنقولها السلطه القضائيه ولا شيء، راه من اهم الحوايج هي تعرف الميت شكون هو. ضباط السلطه القضائيه والدرك الملكي اهم حاجه لما تلقى واحد السيد مقتول مرمي بواحد الجهه، اول حاجه تخدم عليها شكون هو هذا السيد، تخدم على البران، تخدم على الكارني ديالو، تخدم على اولا شكون هو الميت. راك قبل ما تبدا تقلب على القتيل بعدا شكون هو هذا راه تتسهلك الطريق بزاف د الحاجات. ها انتم شفتوا هزوا وداو وغادي يجري مجري وداو وحاجه. وسمحوا لي ما كتبوش واحد القضيه بانهم هزوه داروا في الطوموبيل وبقى في الليل في الطوموبيل وبقاو هما في الطوموبيل ومشاو شربوا في الطوموبيل في الخلا وتسناو ديك طلعت الصباح ومشاو رماوه. كانوا تيخموا واش غيديروا
وهزوا في الطوموبيل وتعترفوا بانهم تجاوبوا الشرب، بقات تشرب في الطوموبيل، الاخرى مشات عند اختها ما كانتش معاهم وتيقولوا شربنا في الطوموبيل، وهو كان في الطوموبيل لان الطوموبيل بريك غطاو بواحد باش خلوه في الطوموبيل وبقاو تيشربوا بجوج جالسين. ومره تيتحركوا كما تيقولوا هو مره تيتحركوا تيمشيو لهاد الجهه يدوروا لهاد الجهه تيدوروا حتى طلع النهار. من غريب الصدف علاش ما يرميوش في الليل؟ يديو في الليل يرميوه في ديك الزباله. علاش ما يرميوش في الليل؟ شنو كانوا تيفكروا كما قال واحد داك النسيب تيقول ليه شوف خليه تما حتى تقطع الحجره والشجره كما تيقولوا، ما بقى حتى شي واحد يدوز، خليه تم تيود الفجر خليه صافي. اش غيديروا؟ جابوا الشراب ومشاو وقفوا حدا دارهم. ميلو تيقولوا وقفوا حدا دارهم بقاو واقفين وجاب شي ماكله من دارهم وخرجها وبقى تياكل قطعه وبقى تياكل هو وياه. وانتقلوا ومشاو حدا واحد الجرده ديال ديك خينا عنده شي جرده زرع فيها شي افوكا وداكشي، مشاو جلسوا فيها وبقاو رايحين فيها تما في الطوموبيل وتيشربوا. وفي الاخر لما طلع النهار طلع الفجر ناضوا مع الصباح وفكروا باش يديو ديك الخينا ديك الزباله وحطوه تما يبعدوا منهم. حتى داك المسكين داك البوار تا هو تينوض بكري الزباله ما يجيش شي واحد اخرين يديو داك الزبل ديالو، هو اللي شاف الطوموبيل حطوه تما. ربي بغاهم ما يرميوش ديك الجثه ليلا، ربي بغاهم يخليو لي التليفون ديالو، ربي بغاهم داك البؤال يشوف الطوموبيل. كتب لي الله باش ينوض في النبوري، راك تشوف مساكن تينوضوا مع الفجر تيدوروا دوك الكراس ديالهم تيدوروا باش ينوض بكري. وعماهم الله بديك الخوف اللي عطاهم قالوا بو يشربوا ربما شربوا يعطيهم الزعامه باش يعرفوا كيديروا ليه، وبقاو تيدوروا به. وهنا تنتفكر واحد الجريمه دارها واحد السيد، هز واحد البنت من واحد الديسكوتيك وقع بيناتهم موقع وقتلها ودارها في الكفر ديال الطوموبيل ورجع لديك الديسكوتيك اللي كان فيها وبقى تيشرب حتى الصباح والبنت في الطوموبيل. هزها من ديك الديسكوتيك وجاو ودخل عاوتاني رجع للديسكوتيك خدام تيشرب فيها وكذا 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 وكذا. هذه القصه دابا نعاودها لكم شي نهار كيفاش حصل هذا السيد هذا. نتمنى من الله الحلقه تعجبكم والسلام عليكم ورحمه الله.